ومجموعة من الساسة الموريتانيين لم يكونوا راضي عن الطريقة التي سلكها المختار الدادة للحصول على الاستقلال، وكانوا ضمن الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، وهاجروا إلى المغرب، وهناك قاوموا الاستقلال من وجهة النظر المغربية، لأن المغرب كانت تطالب بضم موريتانيا. الشخصيات اللي كانت في المغرب شخصيات مرموقة، وهي اللي أسس عليها المختار مشروع والعمير. المختار كان مؤهل أن يعود رئيس الجمهورية. الدي كان شخصية مهمة، هذا المختار ولباه. المجموعة كاملة كانت هي النواة لتأسيس الدولة، كانت هم شاء وزراء، وحقيقة أنا كانت ضربة له قاتلة قاتلة. شكلت مفاجأة كبيرة، ليس فقط في حدود الشرخ الداخلي وتعزيز الطرح المغربي، وإنما كذلك في طبيعة شخصية فالو العمير، لأنه أمير منطقة كبيرة جدا وله أياد واسعة وكبيرة في موريتانيا، ولذلك كان من الصعب أن يتقبل لأول لحظة هذه الصدمة الكبيرة التي حدثت، بأن المطالب المغربية لم تعد مطالب تقيمها دولة هناك في حق شعب هنا، وإنما باتت تقسم النخبة أو الانتليجنسيا الجديدة في الدولة الوطنية بما فيها رموزها التقليدية ورموزها العصرية. هذا يعتبر جزءا من أخطاء حركة المعارضة آنذاك، لأن ضم موريتانيا إلى المغرب لم يكن يحظى بقبول الشعب، وبالتالي ربما كان هذا ما ساعد المختار الدادة على حشد التأييد داخل موريتانيا لسياسته، لا حبا بالمختار الدادة ولكن حبا بما يسمى بدولة اسمها موريتانيا. هذه الجماعة حقيقة عن المختار مشيها أنه كان له ضربة قاسية وتألم منها وعاش ظروف صعيبة من تأثيرها. واجهها بالكثير من الجهود الدبلوماسية وغيرها، والتي رعتها فرنسا حينها عن طريق إرسال موفدين منذ سنة 1961 إلى مختلف بلدان أمريكا وأوروبا وآسيا من أجل إقناعهم وبدعم فرنسي كما قلت أيضا بأهمية استقلال موريتانيا وبأهمية كسب هذا الرهان، على الرغم من أن كل العالم العربي باستثناء تونس كان يؤيد الطرح المغربي في ذلك التوجه. يعني مجموعة جاءت للمغرب على صنفين، نوع تأقلم وأخذ الجنسية المغربية وتأقلم وعاد مغارب، ونوع لم يتأقلم، منه العمير ومنه الجماعة اللي معه. العمير كان لم يستطع أن ينسى موريتانيا، هي مشكلته. وقد انتهت العملية وتم استقلال موريتانيا وإعلانها، وطلب والعمير وصحبه أن يعودوا إلى موريتانيا ليواصلوا حياتهم العادية، ولذا رجع له بدون أن يمهد الرجوع، مغامر، جاء مغامرة. أنا قلتها له، أنا معي في الطريق، قلت له أنت لا تنحبس. إذن عاد المختار لا بد له من يتصرف ضدهم نحكم عليهم. لكن في النهاية اللي منهم رجعوا اختفى عنهم الأحكام وعدل تأليهم وعدل لهم المختار ذاك اللي دوره، والحمد لله. إلا والعمير مات في السجن. موت أحمد فالو العمير في الحبس ثقل عليه لأنه كانوا أصدقاء. لا ريزون ديتا كانت أقوى من إرادته الشخصية. أكيد أن المختار بطبيعته الشخصية وبصلاته أيضا سواء جهوية أو جغرافية بعائلة سيكون مصدوما، لأن شخصا في وزن فالو العمير يعود إلى بلده وتكون نهايته كتلك، بمعنى أن يتوفى على إثر سجن ويتوفى في السنغال، سيكون مصدوما بكل تأكيد.